أم بتولد بنتها وبتحطها في قعدة الحمام وبتشد عليها السافون وبتسيبها وتمشي. تعال أقول لك إيه اللي حصل. واحدة أقل ما يقال عليها إنها مجرمة دخلت في قسم الطوارئ في مستشفى في بورسعيد، والأم دي كانت حامل. دخلت الحمام وولدت لوحدها كده بنتها، وحطتها في قعدة الحمام وقطعت بإيديها الحبل السري وقفلت عليها قعدة الحمام وخرجت على طول. لولا ان في ممرضة من الممرضات لقت اثار دم في الحمام، دخلت الحمام لقت البنت اللي لسه مولودة غرقانة في قعدة الحمام. طبعا شالتها وودتها للاطباء وعملوا لها الاسعافات الاولية، والحمد لله ان البنت سليمة. ولكن طبعا القوات تدخلت يعني، والحكومة قدروا ان هم يقبضوا على الست ديت. واثناء التحقيقات قالت انا عملت كده عشان انا كنت حامل ومعرفش مين بابا البنت ديت. طبعا اقل ما يقال عليها مجرمة، وبالوضع ده بنسبة كبيرة زانية مش عايزين نقصفها يعني، ولكن بتقول انا مش عارفة مين ابوها. انتوا بقى قولوا لي في كومنتات تفتكروا ايه انسب عقاب للمجرمة ديت.